عز وجل في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ايه هو عبادة الرباط دي اللي ربنا عز وجل أمرنا بيها؟ ربنا عز وجل في هذه الآية أمرنا 4 أوامر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. دول 4 حاجات علشان نفلح ونكون من المفلحين ونكون من المنتصرين ونكون من المؤيدين. لابد ان ال4 عبادات دول يكونوا موجودين. اصبروا، الصبر. كتير من المشايخ والعلماء بنتكلم عن الصبر. المصابرة، برضو بنتكلم عن المصابرة. واتقوا الله، التقوى، بنتكلم عن التقوى. لكني حقيقة لم أرى أحدا يتكلم عن الرباط. الرباط: اصبروا وصابروا ورابطوا. وإن شاء الله رب العالمين يعني نسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارنا ونتكلم عن ال4 عناصر ده هم اللي موجودين، اللي ربنا عز وجل بيختم بيهم سورة آل عمران. ودايما خلي بالك كويس قوي من ختام سور القرآن. ختام سور القرآن لازم تفهم ان ختام الصور ده ليه قصص عميقة جدا وليه احكام عميقة جدا. ما بيجيش كده يعني بدون تركيز، وما بيجيش كده يعني ده كلام ربنا عز وجل. ربنا عز وجل بيسجل لك كلامه لتقف عنده وتفهم. بعد ما قرأت الصورة كلها الختام شكله ايه؟ بص على ختام الصورة. الرباط هو الاستعداد للقتال وأخذ الأهبة وانتظار الأمر به، فإذا صدر انطلقت ملبيا في سبيل الله. الاستعداد للقتال وأخذ الأهبة وانتظار الأمر به، أن يصدر إليك الأمر بالقتال وانتظار الأمر به، فإذا صدر الأمر انطلقت في سبيل الله. ده اسمه الرباط. علماء جعلوها 5 نقاط للتعريف: نية الجهاد أو نية القتال، والاستعداد للقتال، وأخذ الأهبة، وانتظار الأمر، فإذا صدر الأمر انطلقت ملبيا في الله في سبيل الله. يبقى بعض جعله 4 عناصر والبعض جعله 5. خلينا نقول ان هم 5. اقولهم تاني معلش وسامحوني في التكرار. عقد النية، نية الجهاد ونية القتال، الاستعداد للقتال، أخذ الأهبة للقتال، انتظار الأمر به من ولي الأمر، الانطلاق في سبيل الله إذا صدر الأمر. ده اسمه الرباط الأكبر. هناك الرباط الأكبر والرباط الأصغر. الرباط الأصغر هو إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلك الرباط. ده العلماء بيسموه الرباط الأصغر. الرباط الأصغر هو انتظار الأمر بالصلاة، فإذا نودي للصلاة انطلقت ملبيا في سبيل الله. يقول العلماء هناك علاقة مهمة جدا بين الصلاة وبين القتال. الصلاة أصل العبادات، والقتال أصل الدين وذروة سنام الأمر وعمود الإسلام. اللي ما بيستعدش للصلاة وما يتأهبش للصلاة عمره ما هيستعد ولا ينتظر ولا يتأهب ولا يلبي للقتال. هنشوف الكلام ده. فالرباط الأصغر
انتظار الصلاة إلى الصلاة. الرباط الأكبر انتظار القتال. الرباط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. البخاري بيروي لنا هذا الحديث: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الإمام مسلم بيروي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات المرابط أجري عليه عمله الذي كان عليه، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. ده حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم في صحيحه. رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. يوم واحد مرابط في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ممكن واحد يقول: طب ما ده قصده هنا على الرباط اللي هو الرباط الأصغر. أجمع علماء المسلمين أن الرباط المقصود به هذا الحديث رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ورباط يوم في سبيل الله كصيام شهر وقيامه. أجمع العلماء على أنه الرباط الأكبر الذي هو انتظار القتال وأخذ الأهبة والاستعداد به. وإن مات مرابطا، واحد هيقول يعني: طب احنا هنرابط لغاية امتى؟ انت مالك؟ انت عاوز ايه غير ان انت تموت شهيد؟ ما هو انت لو مت شهيد ومت مرابطا، الشهيد والمرابط، بعض العلماء يقول الشهادة فرع من الرباط والقتال فرع من الرباط، وبعض العلماء يقول لا، الشهادة هي الأعلى. نقول أن الشهادة أن من مات مرابطا مات شهيدا، وأن الشهيد هو من مات مرابطا أو مات في ميدان القتال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: شهداء أمتي كثر. يبقى الرباط يوم وليلة في سبيل الله أو رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. عند البخاري، عند مسلم: خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا أجري عليه عمله الذي كان عليه. أجر الرباط لا ينقطع إلى أن يبعث يوم القيامة. وروى الإمام أحمد في مسنده: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 4. الثلاثة اللي معروفين: علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح. قال: وإن مات مرابطا. الرابعة: وإن مات مرابطا لا ينقطع عمله من الرباط، ولكن يجرى عليه الأجر الذي كان يأخذه من الرباط. ده في مسلم: أجري عليه أجره أو عمله الذي كان عليه، الذي مات عليه. هو مات على إيه؟ مات على الرباط. يجرى عليه طول ما الدنيا دي موجودة إلى يوم القيامة. عداد الحسنات بيعدله وهو ميت في قبره. ده مش كده بس، وأجري عليه رزقه. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا يرزق عند الله عز وجل إلا الشهيد. يبقى اللي يموت مرابط ده مات شهيد ولا مات فطيس؟ ده مات شهيد.